ده مدخل شارع الهرمني. يعني انت تتخيل كيف كمية شارع يا اخي قديم يا اخي، مش متخيل ده اللي تصورت فيه المسلسلات القديمة، من اقدم مسلسل تقريبا صور هنا. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يا اسعد الله صباحكم. ده شايف الشارع ده الخلفي ده الشارع الاسطوره التاريخي اللي انا كان حلمي من بدايه اشاهد المسلسلات القديمه، المسلسلات الابيض باسود الاسود بابيض. فانا كان نفسي ازور الشارع ده. طبعا شارع الهرمني، الشارع ده البدايه، يعني نحن حنخشه. دي الورشه تقريبا نقول من الورش اللي كانت مشهوره يعني اتشهرت. فنحن شوف البيوت اصبحت قديمه قوي يعني. حفله يوم الاحد ندور الناس ما يجوا. هو اسم المحل زوزو ولا اسمك انت يا زوزو؟ لا، اسم المحل زيزو. اللي هو والد الله يرحمه، اللي هو الحاج عبد العزيز مصطفى حمزه. بعد منه كان اخويا الكبير احمد الله يرحمه، وبعد كده اخويا مصطفى اللي بعديه، وبعد كده انا اخر واحد فيهم بقى، واختي لينا اختنا الكبيره، والحمد لله ماشيين بمرض الله وبنعمل اللي هو عادي يعني اسم وربنا مرضيهم. اسم نتان عادي عندكم يعني؟ لا، ده عادل امام قالها، كان بيهزر معانا. انت عارف بقى عشان احنا مشهورين ومعروفين، فالحمد لله لو ما كناش مشهورين ومعروفين بشغلنا وبجوده شغلنا ما كانش عادل امام سمع عننا ولا كان عرفنا. وعلى فكره عادل امام كان من ضمن زباين المكان، هو وسعيد صالح والفنانين القدامى. عجيب. الشبابيك ولا زالت يعني المنازل هي القديمه يعني قاعده كهي، فشيء تاريخي جدا. فانت بتحس بانه حاجه زين. دي بتطلع فوق فزول بديك وبنزل لك شنو بتسحب يعني. دي كلها السناتر والمنازل كلها قديمه يعني. فدي طبعا قال لك كمان من ورشه من الورش التاريخيه اللي هي حضرت كانت التاريخ الاساسي يعني. فشيء مميز جدا. ان شاء الله كده يكون عجبكم اخواننا، فشكرا لكم كمان اخواننا على المشاهده. تجربة مختلفة، فلازم كل يوم تعمل حاجة جديدة، حاجة مختلفة في البلوك. يلا نشوف. كينا في الشارع، فهسه تصير عسى كمان ممكن يجي حد ممكن حلمك تزورها. فدي حاجة بتكون الواحد لابد إذا أنت حابب حاجة أو حابب حتة فأنت لابد تزورها كمان تشوف. أنا بنسق لكم كل تقريبا الشارع وكمان تاريخه يعني معروف يا أخي معروف. طبعا في مسلسلات تقريبا لحد يومنا هذه هي شغالة يعني. مستقرب الحتة اللي بيتم فيها تمثيل الأفلام والحاجات العجيبة دي، فجيت بنفسي شفت يا أخوانا يعني الشارع هو في قال لك الشارع الهرمني الصغير الذي قال لك أن لا يتخطى طوله 100 متر فقط، يحمل تاريخ كبير. فقط كان شهد هنا تصوير أكثر من 200 فيلم من الأفلام المصرية القديمة، وتحديدا فترة الستينات والسبعينات مثلا.
يعني جينا الاستديو لكن شكله لسه يعني هم مسكرين. فده طبعا الاستديو. بقول لك ده اقدم محل كان بحمضوا فيه الافلام القديمه. فاسي نحن ننتظر شويه وحنشوف، ربما ممكن حيجوا كمان حيدونا نبذه عن الشارع. طبعا 20 دقيقه او نص ساعه حيجي سام كاوش. طبعا واحد متحمس حماس جد يعني. الناس منتظره كلها. جنسية ايه بقى؟ انا جي سوداني. سوداني؟ يعني زول. ايوه زول. والله جميل زول والله. والله يا سلام عليك. يا رب يصلح حال بلدكم يا رب. ان شاء الله يا رب. ده عمو سعد انت يعني عادي ينادوك سعد الحرامي، ما بتتضايقش يعني من الكلام؟ لا ما بتضايقش، انا سعد الحرامي. يا سعد الحرامي. ونفسي اتوب ربنا. انا نفسي اتوب. يا سلام ان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا. انا عايز اتوب. عايز تتوب. اي والله نفسي اتوب بجد، نفسي اتوب ربنا. يا فطور اصلا نايس. فول بالجبنه. احلى حاجه هنا فول، بقول لك فول بالجبنه، يعني فول بالجبنه عندك ديك كمان سلطه. نقول لك عندك حريه تصور تعمل اي حاجه دون لايك، شجعونا ودون شير، فخليه نتشجع وننزل اكتر. داخل. فأنا بكون هسه بعد شوية حتبدأ كمان التجارب، يعني تتخيل. طبعا اخواننا يعني صار انا لازم يومي ابدا لكم بلوج بتجربة مختلفة. فاليوم الفلوج مش حينتهي هنا، يعني حتكون تجارب مختلفة، يعني فيه تقريبا كم اكشن.